متخيل ان جال جادوت اللي بقت وندر وومن كانت هتسيب التمثيل وتكمل في الجيش؟ وده غير انها عملت معظم مشاهد الاكشن بنفسها، حتى القتال بالسيوف. في الحلقة دي هنعرف ازاي بقت ايقونة الدي سي واسرار محدش يعرف عنها حاجة. انا حبيبة مصطفى وده برنامج اسرار نجوم هوليوود. جال جادوت البنت اللي خلت الاكشن يبقى قوة انثوية، ومن أول ظهور ليها بدور وندر وومن في سلسلة دي سي. الجمهور وقع في حبها، بس ورا الكاميرا جال عندها حكايات وأسرار ممكن تخليك تشوفها بنظرة تانية خالص. في الحلقة دي هنتكلم عن سر قوتها وأخطر مشاهد الأكشن اللي عملتها بنفسها، وأغرب حاجة عملتها علشان دور. جال جادوت اتولدت سنة 1985 في إسرائيل، وبدأت حياتها كعارضة أزياء، وفازت بمسابقة ملكة جمال إسرائيل سنة 2004. لكنها ما كانتش حابة الشهرة، وقررت تدخل الجيش وتخدم لمدة 2 سنين كمدربة لياقة بدنية. النقلة الكبيرة كانت مع سلسلة فاست اند فيريوس، واللي لعبت فيها دور جيزل، وقدرت تعمل مشاهد الأكشن بطريقة خلت الجمهور يتصدم منها، خصوصا إنها كانت بترفض تستخدم دوبلير في معظم المعارك، وفضلت تتدرب على القتال بالسيوف والرماية بالساعات. لكن الشهرة الأكبر كانت مع فيلم وندر وومن، واللي لعبت فيه دور ديانا، وقدرت تعمل مشاهد الأكشن بطريقة خلت الجمهور يقول إنها أحسن وندر وومن، وده خلى الفيلم يبقى علامة في تاريخ أفلام الأبطال الخارقين. في سلسلة وندر وومن جال جادوت عملت معظم مشاهد الأكشن بنفسها، زي مشهد القتال بالسيوف ضد الجنود، ورفضت تستخدم دوبلير، وفضلت تتدرب على القتال اليدوي والكاراتيه لمدة 6 شهور. المفاجأة بقى إنها كانت حامل في الشهر الخامس وقت تصوير مشاهد القتال في الجزء الأول، وفضلت مكملة رغم الصعوبات، وده خلى المخرجين يقولوا إنها وندر وومن في الحقيقة كمان. في فيلم جاستس لياجو جال عملت مشاهد القفز والطيران بنفسها، وفضلت تتدرب على القفز الحر لمدة 2 شهر، وده خلى المشاهد تطلع واقعية بطريقة تخليك تحس إنك بجد سوبر هيرو. أجرها في أول فيلم كان $300,000، بس بعد نجاح سلسلة وندر وومن أجرها وصل ل$10 مليون في الجزء الثاني، وده خلى دي سي تعتمد عليها بشكل كبير. أسرار محدش يعرفها عن جال جادوت: عندها هوس بالموتوسيكلات، وبتحب تسوق بنفسها، وعندها هارلي ديفيدسون في بيتها، وفضلت تتدرب على القيادة السريعة علشان دور جيزل في فيلم فاست اند فيريوس. ده غير كمان ان هي مدمنة على الشوكولاتة، وبتقول انها بتخزن منها كميات كبيرة في بيتها، وبتحب الدارك شوكليت اكتر من اي حاجة. بتتكلم 3 لغات بطلاقة، وهي العبرية والانجليزي والفرنسي، وده خلاها تقدم ادوار بشخصيات مختلفة بكل سهولة. بعيدا عن الاكشن والسيوف، جال جادوت عندها مواقف إنسانية كتير، وبتتبرع لمؤسسات خيرية بتهتم بحقوق الأطفال اللاجئين، وبتشارك في حملات لدعم المرأة. في موقف شهير جال زارت مستشفى أطفال بملابس وندر وومن، وفضلت تتصور مع الأطفال وتلعب معاهم، وده خلى الجمهور يشيد بتواضعها. كمان عندها مبادرة لدعم التعليم في المناطق الفقيرة، وبتتبرع بجزء من أرباحها للأبحاث اللي بتهتم بالتعليم، وبتقول إن دي قضية حياتها. أما من أشهر أدوارها من جيزيل في فيلم فاست اند فيروس لحد ديانا في فيلم وندر وومن، جال جادوت قدرت تثبت إنها مش بس نجمة أكشن، لكنها ممثلة عندها موهبة درامية تخليها تشيل أي فيلم على كتافها. في فيلم ريد نوتيك جال لعبت دور حرامية محترفة، وقدرت تعمل مشاهد الأكشن والكوميديا بطريقة خلت الفيلم يكسر الدنيا في شباك التذاكر. وفي فيلم ديث اون ذا نايل جال لعبت دور سيدة أرستقراطية، وقدرت تعمل مشاهد الدراما والغموض بطريقة خلت الجمهور والنقاد يشيدوا بيها. دي كانت حكاية جال جادوت، البنت اللي خلت الأكشن يبقى فن، واللي أثبتت إن النجمة الحقيقية هي اللي تقدر تعمل الأكشن والدراما بنفس القوة. إيه أكتر دور حبيته ليها؟ شاركنا في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. أشوفكم في الحلقة الجاية.